يوروزيتش مدرب بيراميدز عايز يلعب جيم صح قدام النادي الاهلي، لازم يتعلم من اللي قبليه. ما يجيش يفتح الملعب قدام النادي الاهلي. هتفتح الملعب قدام النادي الاهلي وانت دفاعك اصلا عنده سن ببطء، وفي غياب كمان الشيبي هتشيل كتير واسمع مني. يوروزيتش لو عايز يلعب النادي الاهلي جيم صح يعمل زي غزل المحله، ويعمل زي مدير، ويعمل زي الفرق اللي بتقفل قدام النادي الاهلي. لان خوسيه ريفيرو مدرب النادي الاهلي ما بينجحش في فك التكتلات، ما عندوش الحته دي، ضعيف قوي. هو بيحب اللي بيلعبه هجوم، بيحب. عشان كده ظهر شكله حلو قوي النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، لان الفرق كلها كانت بتلعب هجوم وفاتحه الملعب، زي ما شفنا في ماتش بورتو شوارع، في ماتش انتر ميامي شوارع. الماتش الوحيد اللي الاهلي لعبه والفرقه اللي قدامه كانت مقفله وبتلعب على التحولات هو ماتش بالميراس، والاهلي خسر ماتش 2-0، وكان ظاهر شكله وحش جدا خصوصا الشوط الثاني لما الفرقه لعبته بنفس الاسلوب. فانت يا عم روزيتش عايز تلعب النادي الاهلي بجيم صح. انا طبعا الاول اتمنى ان الاثنين يتعادلوا، ده يفقد نقطتين وده يفقد نقطتين، يبقى الاثنين ريحوا واستريحوا. بس انت يا روزيتش هتقفل الملعب كويس جدا في غياب الشيبي. في رايي انا ما تلعبش احمد توفيق الغشيم، لاعب كريم حافظ، لاعب بيعرف يدافع كويس، كورته حلوه، اوفراته حلوه، هيضم ويشوط بشماله حلو، هيبقى منه جناح شويه ومنه باك. انت فاهمني؟ دي اول حاجه. يبقى كريم حافظ بتقفل طبعا دفاعاتك، ما بتلعبش دفاع متقدم، انسى دفاع متقدم ده خالص. تمام. الهجوم بقى يا ريت هتلعب على التحولات. يبقى هتلاعب مين لما هتلعب على التحولات؟ لاعب عندك سريع قوي، وفي التحولات اسرع لاعب في مصر بيعمل الحته دي وهو زلاكا. يبقى هتقفل ملعبك شويه كويس جدا في غياب الشيبي، تلاعب كريم حافظ، بتلعب على التحولات. وكمان خلي بالك مرعي تقريبا مصاب، وهيلعب مكانه اسامه جلال اللي ما بيلعبش بقاله كتير، اللي ممكن ياخد 5 دقائق في الماتش ولا حاجه، فرجله مش في الملعب. فانت لازم تضيق المساحات كويس جدا على النادي الاهلي، وان شاء الله الاثنين يتعادلوا